مين مرفه اكتر، انت ولا الملك لويس الرابع عشر؟ ما تتسرعش في الاجابه. الملك لويس واحد من اهم ملوك فرنسا، وكان معروف عنه اكل الحلويات والفواكه والسكريات بشكل كبير جدا. كان ملك على قديمه، يعني بيتحكم في جيوش وبيغزو بلاد وبيبني قصور وبياكل كل اللي نفسه فيه. بس تخيل مع كل ده في الاخر كانت اكتر حاجه تعباه في حياته هي اسنان. لويس اتولد عنده سنتين، ودي حاله نادره، ومع اكله للحلويات طبعا اسنانه باظت بالتسوس. وقتها كان طب الاسنان بدائي جدا، فكان بيضطر يخلع كل الاسنان اللي تبوظ ومن غير بيه، والخلع ما كانش فيه معايير وقايه من العدوى، فحصل له مضاعفات وتقريبا خلع كل اسنانه وهو لسه في الاربعين. تخيل ملك ليه شنه ورن ويعيش بألم عشان اسنان. وتخيل شكل قائد الجيوش اللي من غير اسنان ده هيبته عامله ازاي. مأساة حقيقيه بسبب مشكله في اسنان، واللي لو حصلت لك انت دلوقتي هتروح لدكتور اسنان متخصص وتقعد على كرسي مريح ويديك البنج بسهوله، وهتقدر تعوض اسنانك المفقوده عن طريق زراعه الاسنان، حتى لو كنت فقدت كل اسنانك زي الملك لويس. فما تستغربش بقى لما اسالك واقول لك